يا اهلا وسهلا فيكم في اول مباريات تحديات مع فينيكس. عندنا فريقين اليوم، فريق نادي الترجي وايضا نادي الهدى، منضم معهم من نادي السلام. اتمنى لو يمديكم تعرفوا عن اساميكم بالبدايه. نبدي بالترجي، تفضل. علي حسين العسيف، مهدي الخباز، علي حسين الخوان، رافع سلمان، محمد ابو صريح، علي المرحوم. يا اهلا وسهلا فيكم جميعا. ان شاء الله بتكون مباراه بدايه موفقه للجميع. راح يكون في 3 جولات. الجولة الأولى راح يكون 3 أسئلة مباشرة للفريق الترجي، 3 أسئلة مباشرة للهدى. وبعدها الجولة الثانية راح يكون اختيار رقم، وبعد الرقم يطلع عليهم صورة من الصور الأسئلة ويحاولون أن يجيبوا الجواب. بعدها الجولة الأخيرة والثالثة إذا كان بينكم تعادل طبعا، إذا الترجي فازوا من البداية خلاص ما في جولتين خلاص، عرفت. الجولة الثالثة بيكون مزاد، وهي الأصعب نوعاً ما، بحيث إنه منو يقدر يقول عدد لاعبين أكثر في فريق ولا في نادي ولا مشاركات دولية وما إلى آخره. فبسم الله نبتدي مع أول سؤال، هي نادي الهدى. اختار لكم سؤال إن شاء الله سهل وخفيف لطيف. من هو وصيف دوري الشباب موسم 2023؟ كم عندنا؟ 30 ثانية. لهم مواليد كم يكون؟ 2004 ولا 2002؟ يكون 2004. 4 ايه 2004. باقي 5 ثواني. النور. ها إجابة خاطئة للأسف. إنزين، لا ما ينتقل السؤال ولا خليه ينتقل؟ ينتقل خلاص. عندكم عندك الإجابة صحيحة، الخليج، فنقطة الآن إلى نادي الترجي. كان نور اللي جابته احمد قصي يوم يلبس البشت. كان سوبر، بس لكن فيها هي أحداث واجد صارت ما أحتاج أن أذكرها حاليا. نروح للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول لك سؤال العمر: من هو مدرب نادي الخليج للشباب عام 2023؟ خافي. إجابة صحيحة. يعني الآن نقطة. حلو. الحين سؤال فاصل، إنه بيكون الآن سؤال واللي يقدر يجيب الإجابة على طول أو يجي في باله يرفع يده. عندك 5 ثواني تقول الإجابة، مو إنك ترفع يدك تقعد تفكر لي 30 ثانية ما في. أوكي حلوين. يلا مستعدين؟ هالمرة سؤال سهل وخفيف لطيف. رقم اللاعب مجتبى السالم عند هذا 57. حلو. في منافسة قوية للآن، يعني الأمور رايحة لنادي الهدى، بس لسه نشوف الترجي في الأمور يعني ماسكين الزمام. فلذلك الآن نروح للجولة الثانية. وبتكون هي عندكم ايباد على الطاولة، عندكم ايباد هني. نبدي بنادي الترجي بحكم بدينا هناك بنادي الهدى. قولوا لي الرقم، ومن اضغط الرقم بيطلع عليكم صورة، وعندكم تقريبا 15 ثانية تجاوبوا عليها. ما جاوبت عليها بينتقل الى الفريق الثاني. اوكي. 2. رقم 2. عبد العباس، محمد عباس. محمد عباس صحيح. الإجابة صحيحة. غير رقم 2. 1. من هو اللاعب؟ شغل لكم تايمر في الزاوية. طبعا اللي ما يشوف هو اساسا صورة مزومة الى لاعب معين. ماجد ابو الرحيم. إجابة نهائية.
جاب نهائي. اوكي عندكم فرصه. منير عبد الروح. اجابه اخيره؟ انتوا لا تغششون، لا تقولون مو منير، قول اي منير خلي. ها خلاص الوقت. الاجابه لاعب مصطفى الحسن. عندكم الرقم للان نقطه الى نادي ترجي. 9. حلو، رقم 9. من هو اللاعب؟ حميد بقال. إجابة صحيحة. حميد بقال. ما تعرف حميد بقال. طبعا هذه الصورة له من زمن الذهبي للاعب حميد بقال. طبعا الآن 2-0 إلى الهدف. لا باقي. قول عندكم. يلا اختار رقم 26. هذه نقطة لهم. هذا السؤال طبعا مجال. كان هذا الرقم وشعار فينيكس اللي يطلع له نقطة على طول. فالآن 2-1 ونرجع لنادي الترجي. رقم 15. رقم 15 يقول لك في أي دولة تقع هذه الصالة؟ طبعا أعطيكم هنت، يلعبوا فيها دوري الأبطال، يلعبوا فيها كأس العالم، ويلعبوا فيها أقوى دوري في العالم. المانيا. صحيح. شوف السؤال هذا الأخير، إذا أنتم ما تجاوبوا عليه خلاص. أوكي؟ جاوب عليه يلا. فاختار رقم. 10. من هو هذا؟ هذا سهل قرع. طبعا إذا محمد سالم تابعنا يقول عافوك من قراءتك. حلوين. طبعا الحين نقطة الهدف. الآن 3-2. فباقي سؤال واحد. سؤال واحد عشان نخلي فيها منافسة. أنا بضغط على رقم، أوكي، واللي يجاوب عليه أول. دقيقة الحين إذا جاوبوا هم يصير تعادل. يصير بعدين نقطة فاصلة. أوكي. نختار رقم 22. عند الهدف. اللي هو دقيقة أعرف اسمه. حسن صفار. حسن صفار. عدل. هذا صحيح، إجابة صحيحة. اللاعب حسن الصفار. ها؟ بس هو رفع أول، مو على اللي خلوا عليه هو إذا أطول أول واحد يرفع. الحين 3-3. آخر سؤال هذا الفاصل، إذا ما جاوب عليه ينتقل إلى الترجي. أوكي، اختاروا الرقم. نختار لا 17. 15. اخترنا. 17. من هو هذا الحارس؟ أعطيناهم هنت كالحين، ونعطيكم هنت انتون. لعب في برشلونة، ولعب في الدحيل، ولعب في منتخب قطر، والآن هو مدرب أيضا، مدرب حراس الدحيل. والله ما ادري. فتحنا الصراحة يعني. هذا احنا برا. السؤال الأخير. كلنا المفروض لا. انتقل لك واحد تختار؟ تحمس لو طبعا هذا السؤال ينتقل للفريق اللي يجي، فحظكم يعني. اختار 7 مختارين. 8. 8. يلا دحين 8 اختاروا. اختاروا. دقيقة خلينا نتأكد. عادي 8 خلاص. إذا طلعوا مختارين بنرجع. أي نادي؟ حداك جيبه. احنا نعرفه. هذا الحين نعرف نجاوب. ما ندبور. لا خلاص عندكم. هذا الحين يلعب للآن، وهذا محمد قايد دائما يحط الستوري حقه. قاعد كله يحط صورة. جناح يعني يلعب مركز الجناح. في الدنمارك وبس. تعرف الإجابة بشوي. شو اللي يكون تايمر؟ لا والله انا عندي ثاني. طيب اتوقع في حرف الجيم. خلص الوقت ما عليه. ها قول. في سؤال؟ اي بس خلاص. اوكي بداية.
انتقل لكم كم الرقم؟ اختار واحد يلا 18. رقم 18. من هو هذا اللاعب؟ شوف ايموجي وشوف اللون حق الكلوب يعني في اي نادي. حاليا يا يا المحيط. لا المحيط طلع المحيط الخليج. اصفر اصفر زين مو حي ثاني. وش السؤال؟ ما فهمنا ترى. زي ما فهمت السؤال. هو تشبيه لشخص، فمن هو اكثر واحد مهتم لشعره ويلعب في نادي ابيض واصفر؟ كل مره هو يلعب يعدل شعره. الدوري السعودي. يلعب في الدوري السعودي، يلعب في الاولى والشباب ايضا. احنا عندنا جواب. لا 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 لا. وش قلت؟ شعب دمه. قول فاضل والله الاجابه صحيحه. فاضل رمضان. شوف نفس القدله دي اللي طايحه هذه اللي يعدلها كل مره في المباراه. بس اصفر واسود محيط يعني. بس لكن يجي ايضا ابيض، بس لكن انا حتى انا الاسود على طول بتعرفه ايش اسوي فيه شوي. عرفت كيف؟ ما في محيط اصفر وابيض واسود. كيف ما فيه؟ هو ايش عارفين؟ في رصاصي. رصاصي. مو ما يصير. ما في اعتراض خلاص. ما في اعتراض. اخر جوله تحسم بين الفريقين هي جوله المزاد ان شاء الله. خلاص. ها؟ فازوا الجوله الاولى. فازوا الجوله ما شاء الله. نعلن الفوز للنادي هذا بفوزهم جولتين الاولتين ومبارك لهم وهارد لك اليكم. طبعا صراحه ما قصرتوا وان شاء الله نلتقيكم في قبل نروح حلقه ثانيه. تبغى تقول تصريح او شيء؟ يمكن في يصير مسابقات ولا يصير في استضافات. والله يعني ان شاء الله غششتهم انت اخر واحده. شفت انت الهنتات اللي اعطيتكم الملعب باقي شوي اقول لكم ايش الملعب. فهذا نفس الشيء ساعدنا. اكيد انك بتوضح ما يصير. ما وضح لنا حق الحارس زي ما وضح لك الحارس قال لك لعب برشلونه. ما عليك ما عليك. اخر تصريح لكم للمنافسين. اخر تصريح للمنافسين اللي بيجيكم بعدين. يلا الميدان يحكم يعني. خلاص نلقاكم في الحلقه اللي بعدها.